في دلوقتي بحر من العملات الرقمية. كل يوم بتصحى من النوم الصبح في على الأقل 10 عملات رقمية جداد نازلين في التداول. انت بتبدأ الرحلة بتاعتك في العملات الرقمية مش عارف تبدأ منين. الفيديو ده هيخليك تعرف أهم عملات رقمية تقدر تبدأ تستثمر فيها، وهي الحاجات اللي ممكن تحطها دلوقتي في دماغك وانت بتفكر تشتري أي عملة رقمية في المستقبل. يلا بينا. أهم عملة رقمية موجودة في العالم وهي أول عملة رقمية الناس ابتدت تتداول فيها اسمها البيتكوين. 2009 بعد الأزمة الاقتصادية اللي حصلت في أمريكا، في واحد اسمه ساتوشي ناكاموتو، محدش عارف هو راجل حقيقي ولا هي مجموعة من المهندسين انشأوا الكريبتو كورنسي الأولانية بيتكوين. بيتكوين دلوقتي ممكن تكون أهم وأكبر تغيير حصل في تاريخ الاقتصاد في العالم. واحد هيسألني عمر ايه هي مميزات البيتكوين؟ يعني هعمل ايه بالبيتكوين؟ البيتكوين لما فكروا ان هم ينشئوه او يعملوا البروتوكول بتاع البيتكوين، فكروا ان هو ده هيبقى بروتوكول علشان تقدر تبعت فيه فلوس من منطقة لمنطقة تانية. واحد ممكن يسألني يقول لي يا عمر هو ايه هو البيتكوين ده؟ البيتكوين ده هو الذهب الالكتروني، في منه 21 مليون كوين، مش هيتعمل منه اكتر من كده. مفيش بنك، مفيش اي ميدل مان. لو انت عندك القدرة انك تحتفظ ببيتكوين والتداول على البيتكوين بيزيد، قيمة البيتكوين بتاعك زيه زي الذهب. حجم الاستثمارات في البيتكوين دلوقتي 2 تريليون دولار. لو انت 2009 كان معاك 1000 دولار وحطيت ال1000 دولار دي في البيتكوين، دلوقتي هيبقى عندك 400 مليون دولار. ده قد ايه البيتكوين عالي خلال ال 14-15 سنة اللي فاتوا دول. من اشهر القصص اللي سمعتها في حوالي 2010 في امريكا، كانت استخدامات البيتكوين لسه قليله قوي، تقدر تشتري بيه حاجات اونلاين، ممكن تشتري بيه بيتزا، ممكن تشتري بيه حاجات من اي باي. ففي واحد استخدم البيتكوين، استخدم 10,000 بيتكوين علشان يشتري 2 بيتزا من بابا جونز. الراجل ده ضيع 300 مليون دولار عشان يشتري 2 بيتزا. الراجل ده ربنا معاه. انا تقييمي لكل العملات الرقميه هيبقى من 5، وكل 5 هو هرم. فانا اعتقد ان البيتكوين اهم حاجه ممكن تسنترلايز الوالد بتاعتك عليها. 5 اهرامات وعليها سفنكس. رقم 2، تاني اشهر عملة رقمية موجودة في العالم ايثيريوم. ايثيريوم الراجل اللي انشأه شاب صغير اسمه فيتاليك، شاب من اصل روسي، اتولد وعاش بره روسيا في كندا وفي امريكا. حد يسألني عمر انا سمعت عن الايثيريوم كتير يعني، بس انا معرفش بصراحة ايه الفرق ما بينه وما بين البيتكوين. البيتكوين زي ما قلت اللي هو الذهب الديجيتال، بس الايثيريوم الموضوع مختلف. البروتوكول بتاع الايثيريوم عامل زي كأنه شركة معينة بتقدر تعمل ختم على الكونتراكتس. يعني انت من خلال معاملاتك بالايثيريوم كأنك بتتعامل بكونتراكتس، سمارت كونتراكتس، تقدر تحط فيها بيانات وتقدر تأكد الناس اللي بتقدر تبعت البيانات دي انها استلمتها وانها وثقتها. ففي نوع من انواع الحركة واليوتيليتي والاستخدام للايثيريوم مش موجود في البيتكوين. لو استثمرت 1000 دولار 2015 في الايثيريوم هيبقى معاك دلوقتي حوالي 2.5 مليون دولار. يعني 2015 معرفش انت كنت بتعمل ايه 2015، لو حطيت 1000 دولار دلوقتي انت مليونير. انا ادي الايثيريوم تاني اكبر عملة رقمية في العالم 5 اهرامات من غير السفنكس، لان هي عملة رقمية قوية جدا ومهمة جدا، بس عشان ما عندهاش كوميونيتي، ما عندهاش الناس المتابعين ليها بنفس القوة. دي اول حاجة. تاني حاجة، على عكس البيتكوين اللي هو 21 مليون بيتكوين ومفيش عد اكتر، الايثيريوم هيبقى عنده unlimited، بس هو علشان هو سمارت كونتراكت ليه استخدامات فما يقدرش يعملوا ليميتنج للايثيريوم. تالت عملة رقمية كبيرة ومشهورة وحجمها بيخليها هي رقم 3 ما بين كل انواع العملات الرقمية هي التاذر. تاذر دي او USDT حجم التعاملات بيها دلوقتي حوالي 140 مليار دولار. ايه تاذر دي؟ الفكرة بتاع تاذر ان في ناس ابتدت تفكر في العملات الرقمية، فهمت ان العملة الرقمية حجمها وقيمتها بتتحرك مع العرض والطلب. فدي احيانا عشان العملات الرقميه لسه وزنها صغير مش زي الدولار والعملات الاوروبيه، ممكن يخلي في تذبذب قوي قوي في حجم التعاملات بسعر العمله دي. فقال لك احنا عايزين ننشئ عمله سعرها ثابت وهيتابع سعر الدولار الامريكي. يعني واحد تذر اديك 1 دولار، لو الدولار علي نقطه التذر هيعلى نقطه. لو انت الناس كلها ابتدت تشتري تذر، سعر التذر مش هيعلى.
فهو السبب علشان الناس ابتدت تفكر في عملة ثابتة. العملات الثابتة دي علشان بتسهل على الناس اللي هي عاوزة تحتفظ بقيمة فلوسها في شكل كريبتو، شكل ديجيتال، عاوزين يستخدموا حاجة شبه الدولار بس بشكل ديجيتال، اسهل من ان انا اروح ببنوك يروحوا للعملة الثابتة اللي هي تاد. انا بالنسبة لي هي ليها استخدامات فعلا very specific، ليها علاقات بنكية وليها علاقات بالبيع والشراء مميزة جدا، بس مش من اهم العملات الرقمية اللي انا بالنسبة لي احب استثمر فيها، لان ما فيهاش فايدة زيادة السعر او الاستثمار على المدى الطويل. اديلها 2 هرم ونص علشان الامان، لان انت لو حطيت فلوسك فيها الفلوس مش هتروح، لان هي كونكتد بسعر الدولار. رابع عملة رقمية من اهم العملات الرقميه اللي موجوده في العالم، ووصل حجم التعامل بيها ل 100 مليار دولار، هي BNB. ودي عمله مختلفه ومميزه جدا. لو سمعت عن باينانس، اكبر منصه تداول عملات رقميه في العالم، BNB دي هي العمله الرسميه بتاعت باينانس. باينانس ابتدت تفكر انا ازاي اقدر برضو اروج لعمله رقميه تقدر تساعدني ان انا اخلي المعاملات جوه التداول بتاعي سهلة، واقدر اوفر اسعار الترانزاكشنز ما بين الناس اللي بتتحرك من عملة رقمية للتانية. فانا هعمل ايه؟ BNB. سعر العملة الرقمية BNB عمال بيعلى، لان كمان موصلين او عاملين زي كونكشن كده ما بين سعر العملة نفسه وحركة الاستخدام، لان حركة الاستخدام هي الميزة بتاعت BNB. انا شايف ان هي عملة كويسة، وانا شايف ان انت في المستقبل عندك قدرة ان انت تستثمر في BNB وتستخدمها في المعاملات اللي هي ما بينها وما بين العملات التانية. يعني انت مثلا ممكن تغير على طول ما بين BNB للبيتكوين وترجع تاني BNB، لان هي الفيز اللي بتدفعها على الترانزاكشنز هتبقى اقل لو عندك BNB comparing مثلا USDT. المشكلة بالنسبة لي في BNB حاجة واحدة، باينانس موجودة في الصين عندها دايما احيانا مشاكل في التداول مع امريكا، ترامب جاي، ممكن حاجات تقع. يعني انا معرفش، ممكن يعملوا في وقت من الاوقات حظر على لعملات معينة. اعتقد دي هتبقى من العملات اللي عندها مشاكل. انا اديلها 2 هرم وتمثال صغير، بس انا شايف ان هي فيها ميزة قوية جدا لو انت عندك باينانس اكاونت. ولو ما عندكش، انا عندي باينانس اكاونت، عندي لينك تحت وعندي كود كمان. استخدم الكود ده عشان يجيلك ديسكاونت على الفيز بتاعتك لما تعمل ترانزاكشنز من باينانس. العملة الجاية RP او ريبل. العملة دي بالنسبة لي كانت من اول العملات اللي سمعت عنها، ومن اشهر العملات اللي انا كنت فعلا مستني انها تنتشر وتبقى قوية جدا، بس للأسف حصل لها شوية مشاكل. ريبل كان هدفها ان هي تبقى فعلا هي الاستخدام بتاعها ان انت تعمل نقل فلوس من مكان لاخر. قال لك انا هعمل حاجة واحدة بس كويسة، انا ولا هعمل NFTs ولا هعمل ستاكينج ولا هعمل كونتراكت، انا هعمل حاجة واحدة بس، هخلي اللي عنده اكاونت بتاع XRP واللي عنده قدرة ان هو ينقل XRP من مكان لاخر، هتبقى ارخص وسيلة ان تقدر تعمل بيها المعاملات الالكترونية دي، هتبقى XRP وريبل. ريبل مشكلتها ان هي وعدت الناس في الاول شوية وعود، اعتقد عملت لها مشاكل مع الحكومة حطت حظر على التعاملات مع ريبل، خلى سعر الريبل يقع كتير قوي ال3-4 سنين اللي فاتوا، بس ان لسه في استخدامات ليها ولسه الناس بتحبها. ده لسه من اول 10 واهم 10 عملات رقمية في العالم. دلوقتي حوالي 100 مليار ترانزاكشن، 100 مليار دولار هو حجم التعاملات على ريبل. لو انت حطيت فلوسك، حطيت $1000 في ريبل، دلوقتي 200,000 دولار. فانا شايف ان انت او اي حد عنده القدرة ان هو يستثمر في حاجة عندها شوية مشاكل دلوقتي بس اول ما تخلص هتطلع السما. ريبل بالنسبة لي عملة غير طبيعية، وانا شايف ان هي عملة قوية جدا، واديلها 4 هرم ومن غير اي تماثيل، لان هي اول ما تخلص المشاكل بتاعتها والقضايا هترجع تاني بقوة تاخد التمثال. مش هتبقى 5 لان بيتكوين بس هو اللي ياخد 5. سادس عملة رقمية هتكلم فيها النهاردة، سولانا. دي حاجة عاملة زي الميكس ما بين كل الحاجات اللي اتكلمت عليها.
عملة رقمية بتحتفظ بقيمتها، بتقدر تعمل ترانزاكشنز زي ايثيريوم فيها كونتراكتنج، بتقدر تعمل ستيكنج، وبتقدر تعمل حركات وتعاملات بنكية. 2017 يعني صغيرة في السن، يعني ممكن عندها 7-8 سنين. لو انت حطيت $1000 في سولانا لما طلعت، دلوقتي عاملة $150,000، يعني بتكبر وشعبيتها بتكتر. في 150 مليار معاملات دولية بتحصل على سولانا دلوقتي. وعشان هي برضو ايه ذكيه جدا الشركه دي، وازاي البروتوكول بتاعه متاسس، حاولوا فعلا يقدروا يطلعوا تعاملات مع مثلا حاجات بتاعت اجيال جديده، يعني العاب رقميه، موبايلات، ترانزاكشنز مثلا ليها علاقه بايفنتس. الحاجات دي انا شايف ان هي مميزه جدا، بيخلي سولانا بتنافس على القمه، وممكن يبقى عندها قدره انها تطلع لاهم 5 عملات رقميه في العالم في المستقبل. علشان هي مش ليميتد، بعتقدش انها توصل ل4 هرم. بالنسبه لي هي 3 هرم وربع تمثال وصوره برديه كبيره جدا ان المستقبل هيبقى مشرق. سولانا حلوه، لو انت عايز تشتري ما اعتقدش ان في مشكله عندي ان انت تشتري سولانا. رقم 7 بالنسبة لي أنا هي رقم 1. خليني أفهمك، العملة الرقمية اللي أنا هتكلم عليها دلوقتي اسمها دوج كوين. دوج كوين دي قصة وأسطورة محدش هيبقى متوقع نجاحها. في الأول اللي طلعوا صورة كلب صغير كده، وقال لك إن احنا هنعمل عملة رقمية دمها خفيف زي كده، احنا بنهزر ومش عارفين البروتوكول بتاعنا هيبقى شكله عامل ازاي، بس احنا ايه بنحب العملات الرقمية وعاوزين نعمل حاجة تأثر على الشعب في المستقبل، وهنشوف الموضوع ده دمه خفيف وهيأثر على الناس ازاي. الناس شافت العملة الرقمية دي في التداولات اللي زي باينانس وكوين بيز، قالك بص ده دمها خفيف، انا هشتري منها شويه والدازن ماتر. حتى سعرها كان ساعتها نقطه 0.00001 حاجه كده، يعني اقل من السنه. ابتدت الناس من كتر الانتشار الشعبيه بتاع الدوج كوين، ابتدت كميه التداولات على دوج كوين توصل ل 60 مليار دولار. الناس دي مجانين يا عمر، ازاي يعني الناس بتحط فلوسها في حاجه صوره ملهاش هدف؟ اللي حصل خلال الفتره اللي فاتت دي ان واحد اسمه ايلون ماسك قال لك انا بحب الناس دي، بحب الناس اللي بتعمل دوج كوين، انا بحب الناس اللي عندها فكره وكرياتيفيتي وعاوزه تعمل حاجه جديده. انا ممكن في المستقبل اخلي دوج كوين دي هي طريقه من الطرق اللي تقدر تشتري بيها عربيات التسلا. انا كراجل عندي شركه زي تسلا دي، هاخد ناس وهاخد الفلوس اللي بتدفع لي عن طريق الدوج، واشتري دوج كوين واحطها في حسابات الشركه بتاعتي. طبعا سعر الدوج كوين طار في السماء، ابتدوا يفكروا في ابلكيشنز، وابتدوا يفكروا في كونتراكتنج وستيكنج، ويفكروا في حاجات كتيره قوي ليها علاقه بان هم يطوروا البروتوكول بتاع دوج. وبعد ما ترامب كسب وايلون ماسك دلوقتي بقى في الحكومه، انشأوا حاجه اسمها Department of Government Efficiency DOGE دوج، والرئيس بتاعتها هيبقى ايلون ماسك. دوج يوم ما ترامب كسب طلعت من ربع سنت لنص سنت، زادت في قيمتها 100% خلال ساعات. انا شايف ان انت لو عايز تعمل حاجه جريئه ومختلفه وفعلا ممكن تديك دفعه في المستقبل، اشتري دوج كوين، اشتري $1000 دوج كوين، اشتري $100 دوج كوين. سعرها دلوقتي نص دولار، وهتطلع في المستقبل انا متاكد $10 ممكن تطلع $100. معرفش، انا just gonna keep buying. رقم 7 من ناحية الانتشار والشعبية ومن ناحية الكرياتيفيتي، بس أنا بالنسبة لي هي رقم 1. أديلها 4 هرم، وأديلها بوستر كبير عليه صورتي أنا، لأن أنا من المشجعين الدوج كوين. طيب آخر واحدة، وأنا ما كنتش هقدر أعمل الفيديو ده من غير ما أتكلم عليها، هي كوردانو. هي رقم 8، وهي من اكتر العملات الرقميه الثابته اللي الناس ما بتسمعش عنها كتير، بس هي هاديه ومنطلقه، واللي اسسوها ناس عاقله قوي، ناس كلهم ساينتست، علماء وباحثين بيفكروا ازاي يعملوا عمله رقميه تقدر يبقى فيها كل المميزات بتاعت كل العملات الرقميه، ويبقى عندها مبادئ وقوانين بتسمح للعملات الرقميه التانية انها تتعامل معاها. انا شايف ان هي in principle من المبدأ هي فكرة رائعة. من ناحية الابليكيشن حاسس ان العملة الرقمية دي هادية قوي، وما اعتقدش ان هم عندهم كمية برامج تثبت الافكار اللي هم بيعملوها دي
الافكار النظريه دي هيبقى عليها تطبيقات في الحياه الواقعيه. من ناحيه ان الامان انا شايف ان هي بيرفكت. انا شايف ان الناس اللي بتفكر انها تبقى عندها كوردانو، الناس بتفكر ان هي تطور في مبادئ الويب 3 والكريبتو كرنسي في المستقبل، بس هي لسه من الناحيه النظريه اقوى شويه من الناحيه التطبيقيه. وانا مستني شويه لما الكوردانو دي تبقى تطبيقيا منتشره اكتر علشان انا اقدر استثمر فيها واحس بالامان. اديلها 3 اهرامات ونص تمثال وجود لك نيكست راوند. انا كده خلصت الفيديوهات بتاعتي. لو انت حاسس ان الفيديو ده مفيد، لو سمحت اعمل لايك وسبسكرايب. لو انت حاسس ان المجهود بتاعي في الفيديو ده يفادك باي شكل من الاشكال، اكتب لي كومنت وقول لي الحاجات اللي هي عجبتك. لو في حاجه انا عملتها ما عجبتكش اكتب لي كومنت وقول لي الحاجات اللي انت عاوز تعرفها الفيديو الجاي. اتمنى الفيديو ده يكون عجبكم، واتمنى ان الرحله بتاعتنا في الاستثمار في العملات الرقميه دي تبقى رحله ممتعه ورحله مليانه فلوس ونجاح. واستنوني في الفيديو الجاي. سلام.